السلام عليكم، معكم أرجوان. اليوم جبت لكم وصفة جديدة، دجاج على تمن. إن شاء الله راح تعجبكم الوصفة. ونبدأ بسم الله. بالبداية راح نحتاج نصف دجاجة مع ملعقة صغيرة من بهارات برياني، ربع ملعقة من بصرة مطحونة وملح وكركم. نضيف هذه البهارات للدجاج ونخلي عليها شوية زيت، تقريبا ملعقتين أكل كبار، ونخلطها زين. وبعد ذلك نغطي الدجاج بالبلاستيك الغذائي ونتركه تقريبا لمدة ساعة. وإذا ما صار عندنا فرصة وقت نقدر نستعمله مباشرة، بس الأفضل أنه ينترك حتى يمتص الخلطة زين. هسه نبدي بالحشو. راح نستعمل بازاليا، جزر مجمدة، وبصل وبطاطا وفطر، بهارات برياني وماجي وملح وشعرية، وكذلك راح نستعمل لوز مقشر وزبيب أو كشمش. بالبداية راح نثرم البصل ثرم ناعم، وبعدين نقطع الفطر حسب الرغبة، ونقطع البطاطا مكعبات مثل ما تلاحظون بالفيديو. هسه هنا عندنا كوبين رز، راح نطبخه طبخ عادي، يعني مو ما يحتاج لأي فد مهارة أو شي. ملح وزيت وكمية المي حسب نوع الرز. هسه هنا راح نجيب الدجاج نخليه بمقلاة كبيرة عميقة، ونخليه وبدون أي زيت، لأنه احنا أصلا ضفنا زيت بالنقع في نقع الدجاج. ونخلي شوية مي، مو هواية، لأن احنا ما نريده يصير دجاج مسلوق، احنا نريده دجاج يعني يصير بنكهة معينة بطريقة معينة. وبعدين نغطي الدجاج. مقلاة أخرى نجيب شوية زيت، نخلي الشعرية ونقلي الشعرية بحيث تصير لونها أشقر إلى جوزي تقريبا. نظل نقلبها، ما يصير نتركها، لأنه إذا تركناها راح تحترق، فنبقى نقلبها إلى أن يصير لونها ذهبي، ونضيف لها بعدين شوية مي. هسه هنا مثل ما تلاحظون لونها صار ذهبي، فنقدر نضيف الماء. خلينا هنا تقريبا نص كوب مي، وضفنا بهارات البرياني والماجي والملح، وكملنا بعد شوية لاخ مي. هسه راح نتركه على النار إلى أن يستوي. يعني ينشف مايه. هسه بمقلاة نظيفة نخلي شوية من الزيت، مو هواية، تقريبا ملعقة كبيرة، نقلي بيه البصل. من تقريبا شوية يذبل البصل نضيف الفطر والبطاطا. هنا نضفنا البطاطا والبتيتا والفطر المشروم. هسه هنا نضفنا ملعقة صغيرة بهارات برياني وشوية مي، تقريبا ربع كوب.
ونترك الخليط على النار، على نار هادئة تقريبا 5 دقائق، وبعدين نضيفه للشعرية. وهنا أنا ما صورت الفيديو، حمست البازاليا والجزر شوية ونخلطها زين. هسه هنا راح نشوف نتأكد من الدجاج شلون صار. تقريبا خلص المي مالته. ننتظر الى ان يتشرب كل المي. يلا نطفي النار. هذه هسه الرز بعد ما استوى راح نضيف عليه نص خليط الشعرية والبازاليا والجزر، يعني مو كله، نصه، لانه نصه الاخر راح يكون فوق التمن، يعني للتزيين بعد ما نصب الرز. نخلطه جيدا بس على بس على كيفنا، يعني ما نريد نكسر حبات الرز. ونخليه يتهدى على النار تقريبا لمدة ربع ساعة، مو هواية. هسه بمقلاة لوخ راح نخلي شوية من زيت ونخلي بيها اللوز، نحمص اللوز والكشمش. نحمصه شوية، يعني مو هواية، ما راح نخليه يحترق، ونظل نقلب. هسه كملنا الطريقة الوصفة. راح نصب الماعون مثل ما تشوفون. بالبداية نصب الرز وبعدين الشعرية، خليط الشعرية والبازاليا، ونخلي عليها الدجاج. ان شاء الله تجربون الوصفة وان شاء الله تعجبكم. نشوفكم بالفيديو الجاي، ومع السلامة. باي باي.